بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفيديو ده كده حبيت اعمل لكم ريفيو عن شجرة جميلة قوي قوي. انا اشتريتها، بس هي ما كانتش كده، كانت صغيرة عن كده طبعا. في ست محترمة كده عندها صفحة على الفيسبوك اسمها مشتل الزهور. فطبعا كنت بشوف الزرع بتاعها بيعجبني جدا، وكانت بتعرض يعني اشجار وكده. فانا حبيت اجيب شجرتين ليمون يبقوا عندي على السطح، يكبروا كده واحطهم في برميل يطرح وينور كده ويعمل ريحه جميله قوي. فطبعا تواصلت معاها، قالت لي انا ما عنديش غير شجره ليمون واحده، عندي حاجه تانية اسمها كموكات. قلت لها ايه الكموكات ده؟ قالت لي ايه، حاجه جميله كده وبتتاكل بقشرها وطعمها جميل والشجره طرحه وما اعرفش ايه. فطبعا لان ما كانش عندها غير شجره ليمون واحده، فجبت شجره الليمون وشجره الكموكات دي. البيج بتاعها او الصفحه بتاعتها اسمها مشتل الزهور، هي من بلد، من قريه جنبنا اسمها برج النور. واحنا من منشيه عبد النبي. فالشجره كانت ب70، عشان لو الناس عايزه تشتري، معرفش بقى الايام دي، هي من حوالي شهرين 3 كده. فالشجرتين جبت يعني دفعت حوالي 165 جنيه في الشجرتين والتوصيل لحد البيت. جبتهم طبعا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دي الليمونه اهي طرحه وجميله وفيها ليمونه اهي، ودي الكموكات. فحبيت اصورها لكم من جمالها بصراحه. طرحت عندي وزهرت وطلعت، هي كانت جايه فيها حوالي 3 ثمرات كده. فلما جت عندي طبعا وليتها بالري وكده، شايفينها ما شاء الله جميله ازاي. طلعت زهور كمان، زهور كتير جدا، واستوت زي ما انتم شايفين بالشكل الجميل ده، ولسه هتصفر كمان. والليمونه برضو طلعت. شايفين الليمون بتاعها لسه ما اصفرش برضو. عجبني جدا بصراحه، وشكلها جميل وطرحه. وانا لو حبيت انقلها في برميل هنقلها في برميل كبير. في ناس كتير جدا بتزرع على السطوح حاجات جميله، فانا ان شاء الله هتشجع واجيب حاجات تانية، لان هم عجبوني جدا وفرحانه بيهم، بالشجرتين الاتنين. وفرحت بالكموكات دي لانها بتطرح كتير ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. وعلى فكره لسه فيها زهور تاني وفيها يعني ازرق تاني. وانا بقى يا حبايبي بقى بروي بالطريقه الجميله دي كده، اللي هي بجيب ازازه واخرم الغطا عشان ترش الزرع. انا بحب ارش الزرع كده، اروي وارش في نفس الوقت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حاولوا يا جماعه تعملوا عندكم حديقه صغيره على السطح كده، او يعني زرع بسيط كده، يديكوا طاقه ايجابيه كده لما تطلعوا فوق تقعدوا كده وتعملوا قعده جميله كده. انا كنت مهمله فيه بقالي فتره، مش مهتميه بيه، كنتش فاضيه. وان شاء الله ان شاء الله في مشتل جنبنا هنا عند قريه اسمها الديريس، هروح اشتري برضو شويه زرع حلوين كده وابقى اصورهم لكم. وهاتوا زرع جامد يتحمل معاكم الظروف القاسيه، ما الزرع يكون طري كده اي كلام. يعني شوفوا الزرع اللي يتحمل الظروف القاسيه وهاتوه. انا منين ما اروح حته اجيب معايا زرع، إن لقيت فيها زرع اجيب والله. يعني انا جايبه القطيفه دي من بلطيم وشلتها معايا من بلطيم، وطرحت وبقت جميله هي زي ما انتم شايفينها. دي الصور بقى بعد ما رويت. دي الكموكات اهو، او البرتقال الصيني، او البرتقال الياباني، هو اسمه كده يا جماعه، البرتقال الياباني او البرتقال الصيني او الكموكات. وبيتاكل بقشره مسكر جدا، احنا على فكره خدنا منه وكلنا منه. الزرع يا جماعه من الحاجات الكويسه اللي بتحوش الطاقه السلبيه لما تقعدي كده جنب الزرع. فمن جملة المصاريف هاتوا زرعتين حلوين كده حطوهم على السطح، او ازرعوا شاليتين حلوين كده يدوكم طاقة ايجابية كده. دي شجرة ليمون ما شاء الله كبرت برضو عما كنت جايباها خالص، بس لسه هتطرح بقى ان شاء الله في موسم الربيع، لان انا جبتها في اخر الموسم كده. هم عندي يا جماعة بقى لهم 3 شهور ونص بالظبط، وبيظهروا وبيطرحوا تاني، بس ده اللي فيها يعني. شايفين ما شاء الله ليمون صغير هناك اهو برضو في اخر الشجرة، وده الليمون الكبير. الزرع من الحاجات الجميلة يا جماعة، وفي ناس بتستغل الاسطح بتاعتها استغلال كويس جدا. ان شاء الله هفكر في المشروع ده، ان انا احاول ازرع برضو خضروات وحاجات كويسه على السطح. هي الشجره مش طويله يا جماعه، هي زي ما انتم شايفينها قدامكم اهي. هي اسمها البرتقال الياباني، او البرتقال الذهبي، او الكموكات. وهي يا جماعه بتتربى يعني بتحب اكتر المناطق الدافيه، مش بتحب السقعه. يعني الدافئ احسن ليها، الحتت الدافيه البيئه الدافيه احسن ليها. انا على فكره زرعه شجرتين مانجا، بس نسيت اصورهم لكم في الفيديو ده، ان شاء الله ابقى اصورهم لكم مره تانية. عملتهم من نقل المانجا. فتحت النقه كده وعملتهم، كنت زارعه كتير جدا، مش عايزه اقول لكم زرع يجي 20 واحده، ما طلعش فيهم غير شجرتين اتنين بس، لان رويتهم برضو يعني غمرتهم بالميه قوي.
فالميه كانت كتير عليهم. سامحوني ان كنت لكيت في الفيديو ده كتير بقى، انتوا وحشيني كده، ما اتكلمتش معاكم من زمان، وتليفوني ما فيهوش مساحه، فمش عارفه اصور برضو فيديوهات حلوه كده الاكل. بس ان شاء الله هنزل لكم باذن الله. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. اتمنى يكون الشجره الجميله دي عجبتكم، وتتصلوا بمشتل الزهور وتجيبهم. حاجه جميله كده في البيت، شايفينها ما شاء الله جميله ازاي. لسه هيصفر كمان، ما يصفر كمان شويه بوريه لكم. احنا اصلا هنا القريه عندنا معظمها اصلا زراعات، بس برضو بنحب نزرع على السطوح. معظم الناس هنا زرعه في البلكونات وفي السطوح، صبار، رجله، اي حاجه جميله كده تستحمل الظروف بحيث لو نسيتي مره ما ترويهاش، ما اعرفش ايه، تتحمل معاكي يعني، تتحمل معاكي الظروف. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه يا حبايبي. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. انا عندي على السطح صبار، كذا نوع صبار، وعندي عمة القاضي، وعندي قطيفة اهو، وعندي الزرعة الجميلة ده برضو دي رجلة اهي، والنخل طبعا، النخل معروف، والشمعدان الجميل ده. يعني الحاجات دي كلها يا جماعة بتحمل الظروف شوية، بتحمل الظروف القاسية شوية، العطش والتربة تبقى قليلة عليها وكده. غير طبعا الزراعات بتبقى التربة ناعمة كده وجميلة وبتتروي على طول. اتمنى يا حبيبي يكون الفيديو عجبكم واستفدت منه. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.